حاجات بسيطة هتفرق معاكي وتسهل عليكي في رمضان بعملها كل سنة ومستحيل استغنى عنها. كل الحاجات اللي هقولكوا عليها دي هتخليكوا تقفوا في المطبخ وقت اقل. وهوريكم اول واهم حاجات اشتريتها لرمضان. قشروا شوية حلوين كده من التوم وتعالوا اقولكم بخزنهم ازاي. التوم من اكتر الحاجات اللي بنستخدمه مع الاكل، بحطه في الكبه وعليه شويه ملح وافرمه كويس. قوالب التلج دي مخصصاها للتوم، احلى حاجه انها بغطا، لو مش عندك زيها شيلي التوم في قوالب تلج عاديه وحطيها في كيس وشيليها في الفريزر. وكاتبالكم كمان ازاي تحفظوه في التلاجة. احلى حاجه تطلعوا مكعب جاهز على الطبخه على طول، وبخزن شويه من التوم السليم عشان لو احتجته. انا من الناس اللي بتستخدم شعريه ولسان عصفور كتير في رمضان، فبحب احمر كميه في حله من غير زيت ولا اي حاجه. لما ياخدوا لون حلو ويبردوا بشيلهم في علب في التلاجة، بيفضلوا معايا طول رمضان. اي وقت عايزه اعمل شوربه او رز بالشعريه بطلعهم في ثواني على الطبخه على طول، مش لسه بقى هنقعد نحمر. قبل ما نكمل خليني اوريكم اهم حاجه اشتريتها لرمضان، وطبعا هو التمر. عشان بتسالوني كل سنه بجيبه منين، بجيبه من عند لينا فارمز. اساسي معايا التمر المجدول، احلى تمر ممكن تاكلوه من عندهم على ضمانتي. ده الحجم الجامبو، بفطر عليه علشان سنه وفوائده رهيبه. العلبه دي بحبها من عندهم، اسمها جولدن كراون. احجام التمر مختلفه وسكره اقل. احلى حاجه بالنسبه لي التمر بالمكسرات. مش بكلمكم على الطعم بس ولا التغليف التحفه والعلبه الشيك، انا بتكلم على فوائد التمر بالمكسرات اللي لو عرفتوها هتاكلوها طول السنه مش بس في رمضان. للي بيحبوا الشوكليت جربوا المجدول مومنتس، تمر متغطي بالشوكليت، حاجه كده تحفه. الريل ايتس ادمان بالنسبه لي، تمر مجدول بزبده البندق وزبده الفستق. بطلب الحاجات دي من الويب سايت بتاعهم وكاتبه لكم عشان انا عارفه هتسالوني. هاتي بقى اي نوع فاكهه بتحبيه، او حتى لو عندك شويه فاكهه متبقيين في التلاجة محدش راضي ياكلهم وقربوا يبوظوا. انا كان عندي فراوله غسلتها كويس جدا لحد ما الميه نزلت بتلمع بالشكل ده، وشلت الجزء اللي فوق بقت بتنور. وكان عندي كمان شويه من الجوافه حزينه محدش عايز ياكلها، برضو خدتها وقطعتها 4/4 بالشكل ده، وبشيلها في اكياس في الفريزر. بعمل بيهم عصاير في رمضان. والميلك تشيك الفراوله بتاعي بفكر ابيعه من كتر جماله. من الحاجات اللي بحب اخزنها قبل رمضان الملوخيه، واحب اشكر السبينر ده عشان من غيره مش عارفه كنت هنشف الورقيات ازاي. واللي مجربش الملوخيه بتاعتي فايته كتير. بشيل كمان السبانخ في الفريزر عشان حشوات الجلاش والسمبوسك والبانيه، ده اهم مني انا شخصيا في رمضان، بحس بامان وهو عندي. وطبعا بخزن صلصه الطماطم عشان بستخدمها كتير. لو عايزين نعمل الحاجات دي بالتفصيل مع بقيه التحضيرات اكتبولي، ولو لقيت ناس كتير موافقه هعمل فيديو تاني.